بالتأكيد، والمرور ديال 10 سنوات بالتمام والكمال على تهيئة كورنيش سيدي موسى. وشاءت الأقدار بأن الجوهر ديال التهيئة لم يكن صائب، لأن المشكل الوحيد اللي كانت تتعاني منه الساكنة هو المد البحري. هذا من جهة. المشكل الثاني اللي كان عندنا فيه فاء الخير هو بانه كانوا مرتبط في لانونس ديالو الاولى بانه غادي تكون فيه المبادره التنميه البشريه اللي تتعرف مجموعه ديال المشاريع اللي تتهم الساكنه اللي غادي تستافد من هذا المشروع. لكن للاسف لم نرى شيء لحد الان، ومرت 10 سنوات في انتظار ما يقال وما يشاع، وفي أرض الواقع لا شيء. كورنيش للأسف المتابعة، خصوصا المشكل ديال الإنارة الواقع كما هو، بعض المرات في بعض الأماكن بالضبط اللي خص تكون